الفراولة مالية السوق. تعالي نعمل مربى الفراولة في البيت بدون ألوان صناعية أو مواد حافظة، كمان تقدري تتحكمي في السكر بتاعها. معايا 2 كيلو من الفراولة. أول ما بجيبها بشيل القمع الأخضر اللي فوق، وبعد كده بغسلها كويس جدا كذا مرة، وبعد كده ببتدي اقطعها لقطع صغيرة بالشكل ده، لانها لما بتستوي ما بحبش يكون ظاهر فيها فراولة قطع كبيرة خالص. بعد كده بضيف عليها كوبايتين من السكر، يعني لكل كيلو بنحط كوباية واحدة من السكر. طبعا السكر تقدري تزوديه او تقلليه، وعاوزة اقولك ده ما يجيش ربع الكمية اللي بتبقى موجودة في المربى اللي بنشتريها من بره. هنغطيها ونسيبها حوالي ربع ساعة لنص ساعة، هتلاقيها عملت سوائل مية كتيرة كده في الفراولة. هنفضيها في الحلة اللي هتتحط على النار، ولازم تكون الحلة واسعة عليها بالشكل ده علشان هي اما بتغلي بتفور وبتعلى لفوق. نفضي الطبق كله اللي احنا كنا ناقعين فيه الفراولة، حتى لو في شوية سكر هننزلهم بالشكل ده. هنحطها بقى على النار. الفراولة لازم تبقي واقفة جنبها باستمرار وتقلبيها باستمرار وهي على النار علشان ممكن تتحرق منك، واول ما تبتدي تغلي هتطلع رغوة على الوش كده، دي لازم نشيلها. هقول لكم بالبلدي كده، الرغوة دي لو ما شلناهاش ايه اللي ممكن يحصل في الفراولة؟ مش هيبقى لونها رايق كده وصافي، هيبقى فيها قطع تكتلات انت مش عارفة دي جايلك منين، وده هيكون بسبب الرغوة اللي بتفضل في الفراولة، او نسيتي تشيليها او قلتي كفاية كده خلاص. لازم تفضلي تعملي الخطوة دي لاخر ثانية. كل ما تغلي هتطلع رغوة لونها فاتح كده، لازم نشيلها لازم، لغايه ما توصل معاكم للشكل اللي انتوا شايفينه ده. هيبتدي حجمها يقل وقوامها يتقل، واول ما قوامها يتقل وحجمها يقل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده والسوائل اللي فيها تقل خالص، هنعصر عليها عصير ليمونه كامله، وهنسيبها على النار بقى، بس على نار هاديه بعد عصير الليمونه حوالي ربع ساعه. وبعد كده خلاص بيبقى معاكي اجمل مربى فراوله طبيعيه، ما ضفناش فيها اي مواد حافظه ولا الوان ولا جيلي ولا منكهات ولا اي حاجه. هنسيبها لما تهدى شويه، وبعد كده نعبيها في برطمان يكون نضيف ومتعقم. وعايزه اقول لكم هنا الاضاءه ظالمه لون الفراوله، لونها احمر كده وزاهي وشكلها حلو قوي وريحتها تفتح النفس بجد. انا عايزه اوريكم شكلها عامل ازاي قبل لسه ما تبرد خالص. بصوا قوامها، ده قوامها لسه ما دخلتش التلاجة ولسه سخنه، قوامها تقيل كده وكلها فاكهه طبيعيه، بجد بحبها جدا. وده لما قعدت في التلاجة حوالي ساعتين. بصوا قوامها عامل ازاي، ولا فيها اي مواد صناعيه ولا مواد حافظه، وبألف هنا لازم تجربوها.